روح. تعالي بس. لا لا يا خبيث. انا على النبي انا. يا نهار ازرق الرجل. اسف بس اجيب لبس الشغل ثانيه واحده. إيه يا صباح مساء الفل، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طب بصوا، يعني احنا في عالم صعب ما نكذبش عليكم، يعني عالم بيتطور كل يوم وبتزيد فيه المنافسه والحروب باشكالها المختلفه، ومعاها غالبا بتزيد رغبه الانسان في خلق عالم افضل، عالم احسن، عالم شبه مثالي، الكبير فيه بيعطف على الصغير والصغير بيحترم الكبير، عالم الناس فيه كلها بتخاف على بعض وبتحب بعض، عالم تلاقي الجد في ايده حفيده والناحيه التانيه السبحه في ايده، والعالم ده علشان يتحقق اكيد محتاج سوبر هيرو. الحقيقة أنا فضلت مطبق من ساعتها، بحاول أفكر إزاي نقدر نستغل لمصلحتنا لغاية ما توصلت الفكرة، وهي إن إحنا نلاقي شخص شبه بالظبط يبقى عميل لينا، وبكده نقدر بس السؤال بقى، يعني هل هو محتاج ده فعلا، ولا دي كده شويه بروباجندا شركات زي مارفل ودي سي بتعملها عشان بقى تنتج افلام ومسلسلات وتعمل ميرش وتبيع وتكسب؟ هو برضه جيت الحق عشان ما نظلمهمش، هو الموضوع ككونسبت هو موجود من زمان قوي، يعني من ايام الحضارات القديمه، زي قصه هيركليز وزيوس وآلهة الحضاره اليونانيه، اوزوريس في الحضاره المصريه، وقصص كتير مثلا في الحضاره العربيه زي عنتر بن شداد وزرقاء اليمامه وغيرهم. فباختصار الموضوع موجود من زمان، ويعني يمكن في رايي ان وجوده في الاصل نابع من حاجه الانسان دايما لبطل مخلص، قدوه ومثل اعلى الناس تتلف حواليه عشان يحميهم من قوى الشر، والحاجه اللي النموذج ده بتزيد اكتر واكتر في الاوقات الصعبه جدا على الدول والشعوب زي اوقات الحرب، ما بالك بقى لما تبقى حرب عالميه فيها هتلر وموسوليني وملايين بتموت وبتتصاب في كل حته في العالم. شخصيات كتير من السوبر هيروز اللي بنحبهم دلوقتي وبنشوف افلامهم ومسلسلاتهم بداوا يترخم ظهورهم في فتره الحرب العالميه الثانيه بالتحديد، كوميكس ودعايه والعاب للاطفال، ومع فعاليه النتيجه بشكل كبير جدا صعد ظهورهم لحد ما بقوا مسيطرين على البوكس اوفيس او شباك التذاكر في كل حته في العالم. طب سؤال تاني بقى، هل احنا في مصر عندنا سوبر هيرو او محتاجين سوبر هيرو اصلا؟ عاوزك تقولي له إن بعد المجهود الخرافي والشاق أخيرا قدرت أتوصل إلى أكتر أشخاص شبهك. أنا هعرضهم عليه دلوقتي وأخليه يشوف صورة. No. 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 Oh, Madame Tandy! Merci, this is okay. This is وقعدنا كلنا وعملنا البحر طحينه واخدنا خازوق احنا بقى. بيقول لك جمجمته لوز اللوز والشاسيه بتاعها حنين، هتطبق معانا على اي قالب وبسرعه. حان التراث والثقافة المصرية زيها زي غيرها من الثقافات التانية مليانة قصص وملاحم تراث شعبي فيها بطل نقدر نقول عليه سوبر هيرو في المواصفات دي شوية، من أول أوزوريس، قصص الأولية، أبطال السير الشعبية زي آدم الشرقاوي وعلي الزيبق، لحد زعماء سياسيين زي أحمد عرابي وسعد زغلول وغيرهم. فاحنا برضو بنحب الحواديت دي، وأفلام مارفل ودي سي لما بتنزل هنا بتلاقي عليها زحمة وإقبال أكتر من أفلامنا احنا أصلا، ولأن جزء مهم قوي من تراثنا وثقافتنا وقايم على السخرية، فكان منطقي جدا إننا لما نعمل فيلم أو مسلسل عن سوبر هيرو مصري يكون كوميدي. بص يا ابني، احنا عايزينك تساعدنا في مستعد؟ طبعا مستعد يا عم، ده حوار سهل يا عم، اي عيل سيس ممكن يعمله. انا كنت مفكر يعني انتوا عايزيني افجر لكم سفاره، اولع لكم في حاره، اذبح لكم وزاره. تفجر ايه يا ابني وتولع ايه؟ هو الموضوع سهل. ده من اخطر في مصر. خطر يعني؟ طبعا. يعني اخطر مين يا ابني؟ السينما والدراما المصرية قدمت نماذج كتير للسوبر هيرو المصري، من أول فرافيرو، زيزو حبيبي، سوبر هنيدي، رجل العناب، وشوية محاولات كده على مواسم في كذا حتة، وطبعا كلهم كانوا في إطار كوميدي. ويمكن النماذج اللي أنا ذكرتها دي بالتحديد كانت ناجحة بشكل كبير جدا لسبب مهم بالنسبة لي، وهي إنها كانت مصرية بجد، نماذج بتعبر بشكل حقيقي وساخر عن واقعنا ومشاكلنا وشخصياتنا اللي شبهنا والمواقف اللي بنتعرض لها في حياتنا، وده في رأيي كان مهم جدا. السوبر هيرو بتاع بره ده ما ياكلش معانا قوي برضه، يعني مش هتصدقوا لأن هو في الآخر مش شبهنا، فاهم قصدي؟ احنا لحد دلوقتي بنتعامل مع سوبرمان ان هو الراجل اللي لابس لب فوق البنطلون، فانت فاهم الفكره. فهتلاقي سوبر هنيدي مثلا ده راجل خاطب وبيعافر عشان يعرف يلم كده تمن شبكه الجواز، وعنده مشاكل مع حماته، وبيشرب مثلا حسابه في القهوه اللي تحت البيت عنوته. رجل عناب مثلا شاب مصري بيحلم ان هو يغني رغم ان عنده صعوبات كتير، اولها ان هو يلدغ في كل الحروف، عنده ذوق غريب وفتش في الستات، وعنده مشاكل زي اللي بتواجه معظم الشباب المصري في بدايه حياته، وهكذا بقى. تراث الشعب المصري مليان تفاصيل وحواديت وخرافات كمان سهل قوي انها تتحول لقصص ابطال خارقين مصريه. بس يا ترى بقى لو قررنا نعمل سوبر هيرو مصري في 2024 هيكون مواصفاته عامله ازاي؟ انت بتقابل استاذ بقى في الحقيقه بقى وبتكلموا في التليفون والحاجات دي؟ طبعا ده صاحبي جدا. هو 011؟ لا. طب ما تجيب رقم. اديك رقم بس ممكن تنجز بقى.
وتركز معايا يلا ونطلع بالعربيه. يلا بينا يا عم. يلا يا استاذ. إيه؟ اتفضل. تعمل اول إيه؟ حاجه هتدور انا اسمع انه العربيه. ابن بلد وجدع وصاحب صاحبه. ابن بلد وجدع الله جدا. الله. ركز بقى. ماشي. اتفضل. ممكن بعد الكلام ده كله تعلمني الصحبه بتاعت ميكل؟ يا اصلك بيه. بس يا عم خلاص يا عم مفيش حاجه يا عم. يعني انا بتخيل اول حاجه مثلا ان هو لازم يكون بره باهله، يعني ده مبدئيا، اصل هيبقى سوبر وينجح في حياته ازاي من غير دعوات امه مثلا، يعني فاهم قصدي؟ اكيد بياخد كيس الزباله في ايده وهو نازل، بيغسل طبقه بعد ما بياكل فيه. من ناحيه تانية مثلا اكيد برضو عنده عادات سيئه اصيله من ثقافتنا، يعني ممكن مثلا تلاقيه مربي ضفر الاخرين، يتكلم كده، تلاقيه مدخن، لما تيجي تتكلم معاه تلاقي ريحته كليوباترا بوكس، بس سوبر لا وحشه وحشه، انا اسف. وبرضه هتلاقي عنده اكيد يعني جدعنتنا الجميله دي، الجدعنه المصريه، تلاقي مثلا اللي في قلبه على لسانه، اللي في جيبه مش ليك، بيعمل الخير ويرميه البحر او النيل او الترعه، يعني بصوا على حسب هو ساكن فين. هتلاقيه غالبا مثلا شغال شغلانتين جنب موضوع السوبر هيرو ده، يعني ممكن يبقى فريلانسر مثلا، شغال ديزاينر، يعني جو باتمان اللي عنده فلوس كتير فشخ وباتموبيل ومش عارف ايه والحاجات دي ما ياكلش معانا برضه، يعني بقول لك مصر اصيل، يعني في تعويم وبتاع وليله زرقاء. يعني باتمان ده مثلا لو كان هنا في مصر هتلاقيه مشغل الباتموبيل بتاعه اوبر بعد الظهر. زيك لو دخنت يا صاحبي. افلام السوبر هيروز برضو زيها زي باقي الافلام، فيها تيمات وجونرز مختلفه، فيها الرومانسي، الكوميدي، الدراما والرعب وغيره، بس الاكيد كمان ان هم اتعملوا عشان يرضوا يشبعوا شعور معين عندنا. احنا طبعا كبني ادمين بنحب الناس اللي بتساعد، بنحب النموذج اللي كلنا نقف وراه ونساعده يخلي المكان او العالم اللي احنا فيه احسن، وكل ما كان شبهنا كل ما بنقدر نحس بيه اكتر ونتعاطف معاه اكتر ونحبه اكتر. وده سبب مهم مثلا ان معظمنا بيحب باتمان، يعني لانه ببساطه مش بيطير ولا عنده قدرات خارقه، عنده فلوس كتير فشخ، بس برضه عنده تروما ومشاكل نفسيه من وفاه اهله واتيتم بدري وصعبانيات بقى احنا بنحبها كده، فده بيساعد ان احنا نحس ان هو شبهنا، بني ادم زينا عنده مشاكل وترومات نقدر نتعاطف معاه ونحس بيه اكتر. فالمهم اننا ببساطه بنحب ده وبنحب نتفرج عليه. بس ترى هل ده لسه موجود؟ يعني هل احنا بنقبل على الافلام دي زي زمان ومحتاجينها، خصوصا مع التخبط الكبير اللي بيحصل في انتاجات مارفل ودي سي اخر كام سنه؟ انت مين يا عم انت؟ انا جاي اساعدك. وعايز اخد نصيحتك يعني. دلوقتي المهمه طلعت كبيره قوي عليا ومبهوقه، مش عارف اعمل ايه، انصحني. انا جاي اقول لك كلمه واحده بس، اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. وجهة نظري يعني ناس لسه عايزه تتفرج، بس الاكيد انها مش بالشكل التقليدي اللي بدا بيه. دي حاجه يمكن صناع الافلام بداوا ينتبهوا ليها ويركزوا عليها في الانتاجات دلوقتي، فتلاقيهم بيزودوا الجانب والتاتش الانساني كده في شخصياتهم عشان تحبهم اكتر وتقدر تتعاطف معاهم اكتر، يركز لك اكتر على نقط ضعف ليهم. حتى عندنا هنا في مصر الناس محتاجه ده، بس محتاجه شخصيات شبههم بجد، تحضير وميزانيه محترمه، وتحاول تبعد شويه عن النقش من بره، لان انت في الاخر بتنقش من حاجه مش شبهك ولا شبه ثقافتك، فعمرهم ما يصدقوك يعني، ولا هم ينفعوا يعملوا سوبر هيرو من حدايا القبه، ولا بيرقص ويشكل في فرقه عصام كريكا وبيخاف من الشبشب المقلوب ام 44، ولا انت تعرف تعمل سوبر هيرو بيلبس اللب فوق البنطلون. ومش لازم تقدمه كوميدي، عندك قصص كتير ملهمه في تراثك تقدر تستخدمها، ومش لازم تكون فرعوني، ما يبقاش نظرك ضيق ناحيه ثقافتك زيهم، يعني هم على الاقل ليهم عذرهم. وفي الاخر لازم تكون عارف انك مش لازم تكون بتطير او عندك قوه خارقه عشان تكون سوبر هيرو، كفايه انك تساعد الناس وتحاول تكون انسان كويس. افتكر ان السوبر هيرو ده ممكن يكون امك، ابوك، جارك، صاحبك اللي على القهوه. لا بس بجد يعني رأيي افلام السوبر هيرو وجودها مهم وصناعتها بتتطور بشكل كبير واقبال الناس عليها بيزيد يوم عن يوم، وهي في الاخر بتقدم منتج مختلف عن اللي حواليها، وده اهم حاجه. انا مش من اكتر الناس اللي بتحبها بالمناسبه، بس السينما في الاخر صناعه ترفيه، وده شيء عظيم ونبيل في حد ذاته، والتنوع ده بيقويها، واتمنى ان التنوع ده يكون موجود قريب وبشكل حقيقي عندنا هنا في السينما، ونقدم فيلم سوبر هيرو مصري اصلي. يا ابني اعرف قيمه اللي انت بتعمله، عايزك تعرف ان اللي انت بتعمله ده علشان مصر. وانا هاجي يا باشا جنب الناس اللي تعبت عشان مصر، استاذ احمد عرابي وبطل احمد عبد العزيز ومدام ناديه الجندي. استغفر الله العظيم، استغفر الله، ما طولك يا روح. يا ابني يا ابني اعرف انت داخل على ايه، انت من بكره مش هتشوف نفسك تاني، من بكره انت